بمناسبة الذكرى 23 لتأسيس الإصلاح وأعياد الثورة اليمنية، نظم التجمع اليمني للإصلاح بمديرية الزاهر محافظة البيضاء مهرجانا خطابيا وفنيا حاشدا بحضور البطل العالمي للملاكم منصف الحميقاني وعدد من القيادات الرسمية والشعبية وقيادات المديرية والمشايخ والأعيان والشخصيات الاجتماعية وحشود كبيرة من المواطنين. كلمة المكتب التنفيذي للإصلاح بالمحافظة تطرقت إلى مواقف الإصلاح الوطنية منذ تأسيسه وانحيازه لكافة قضايا اليمن في كل المحطات التاريخية ومنهج الوسطية والاعتدال ومحاربة الأفكار والأعمال التطرفية والتخريبية والعمل مع كافة القوى الخيرة من أجل أمن واستقرار الوطن. ولقد برهن الإصلاح بعد 23 عاما من التأسيس أنه حزب وطني النشأة والتمويل، وأنه لم يكن يوما عميلا لأي جهة داخلية أو خارجية، كما برهن على ابتعاده عن الإرهاب فكرا وممارسة. فالإصلاح ليس طائفيا ولا مذهبيا ولا مناطقيا، بل يعمل من أجل الوطن طوال مراحله التاريخية الماضية. فلم يكن الإصلاح قاطع طريق في مرحلة معارضته، ولم يفجر أنابيب النفط، ولم يحرك أوراق الحوثية أو الحراك أو الانفصال، بل أنه كان داعيا إلى التلاحم والتآخي والتناغم. مشايخ وأعيان المديرية تقدم الحضور في المهرجان وهنأوا في كلمتهم الإصلاحيين بذكرى تأسيس حزبهم، مؤكدين رفضهم لكل الأعمال التخريبية وضرورة تكاتف وتلاحم كافة القوى والقطاعات والوقوف صفا واحدا في كل ما يخدم مصلحة المنطقة والوطن. كذلك باسم مشايخنا نؤكد أننا لا نرضى أن تكون بلادنا بلاد يكون فيها التخريب أو العمل المضاد لما يصلح هذه الأمة ولما يجمع هذه الأمة. فنحن مع صلاح الجميع، مع بناء اليمن. شباب الثورة بالبيضاء كان لهم حضور في المهرجان وثمنت كلمتهم دور الإصلاح الريادي في الثورة والتغيير، وأكدت وقوف كل أبناء اليمن وشباب الثورة ضد كل من يريد إعادة عجلة التغيير إلى الوراء. إننا نقول لمن تسول له نفسه أن يريد الرجوع والانقلاب على الثورة والتغيير والحوار، إن شبابنا الذين تصدونكم في العمد ستقفوا حسنا منيعا أمام مؤامرتكم. وفي المهرجان أعلن الشيخ عبد الله محمد مسود الحميقاني أحد مشايخ المديرية انضمامه إلى التجمع اليمني للإصلاح وافتخاره بالانتساب إليه، مؤكدا أن انضمامه جاء عن قناعة كاملة بعد تأمل وتفحص للمسيرة الإصلاحية. لقد وقع هذا الحزب من القلب موقعا وتبوأ من القناعة مكانة، وها أنا ذا اليوم أعلن بكل فخر واعتزاز وبكل قناعة لا افتزاز أن أتشرف بالانضمام إليه، فأعلنها واضحة جلية. إنني أعلن انضمامي إلى التجمع اليمني للإصلاح انضماما رسميا ناتجا عن قناعة. وألقيت في المهرجان عدد من الكلمات والقصائد الشعرية، كما تم تكريم البطل العالمي منصف الحميقاني من قبل إصلاح المديرية والشباب والمجلس التنظيمي للثورة. أبناء الزاهر اختتموا فرحتهم واحتفالهم بتأسيس الإصلاح وأعياد الثورة اليمنية بعدد من الأناشيد والأهازيج والرقصات الشعبية بالمناسبة. فهد الطويل، قناة سهيل الفضائية، محافظة البيضاء.